من بعد الفيديو ده ما عدتش هتعملي السمك المكريل غير بالطريقه اللي انا هقول لك عليها دي. هنقطعه جزل ونتبله بتتبيله في منتهى الروعه، هتخلي لحمه متشرب وطعمه جميل وهيكون دايب دوبان. ده علشان هنسويه بطريقه مختلفه جدا وسهله سهوله مش طبيعيه. نجيب السمكتين المكريل بتوعنا اللي حجمهم كبير وهنشيل منهم الزعانف والديل ونشيل الراس كمان ونغسلهم كويس جدا، وهنبدا نقطعهم كده الجزل زي ما بعمل كده. سمك المكريل من احلى انواع الاسماك اللي تنفع معاكم في كل حاجه وطعمه بيكون لذيذ قوي. ويلا بينا بقى نجهز له احلى تتبيله. هنحتاج لمعلقه كبيره من الثوم المهروس، عصير 5 ليمونات كاملين، الليمون مهم هنا جدا، كمان هحتاج عليهم فنجان من زيت الزيتون، ولو حابين التتبيله تكون سنه سبايسي كده هننزل برده بمعلقتين من الهوت صوص. نتبل بمعلقه كبيره من الملح ونص معلقه من الفلفل الاسود والكمون والكزبره والبابريكا، ونقلب بقى الخلطه الجميله دي، وهننزل بالسمك المكريل بتاعنا الجميل ما شاء الله. نقلبهم كده كويس جدا مع بعض زي ما انتم شايفين السمك شكله روعه الروعه. احترت اسويه ازاي، اقليه ولا اشويه، وجا على بالي ان انا عندي القلايه الهوائيه من رافال دي اللي حجمها كبير هتاخد معايا كل الكميه، وزي ما انتم شايفين بتيجي بحلتين، حله ومصفى، علشان ينزل اي سوائل من السمك والخضار وينشف معانا ويبقى طعمه جميل. القلايه دي انا جربتها كتير على مدار الثلاث سنين اللي فاتوا، وبصراحه شغلها جميل جدا وبتوزع الحراره وبتسوي الاكل تسويه مظبوطه. بعد ما رصيت السمك في القلايه الهوائيه جبت شويه خضروات زي الفلفل الالوان والاخضر، لو حابين تضيفوا سويت كورن برده هيبقى طعمه جميل قوي معاهم. نقلبهم الاول في التتبيله وهننزل على السمك كده، واي تتبيله هتتبقى هنزل عليهم برده. حقيقي والله ومش مبالغه من احلى المرات والتتبيلات اللي عملت فيها السمك المكريل، خصوصا ان دي كانت اول مره اجرب اسوي السمك في القلايه الهوائيه، بس بصراحه نجحت وطلعت السمك بتسويه انا ما كنتش متخيلها اصلا. المميز في قلايه رافال ان انت هتضغطي على التاتش سكرين وهتختاري الاوبشن اللي انت عاوزاه. تسويه السمك غير الفراخ طبعا، فهم مسهلين عليكي، مجرد ان انت هتختاري الاوبشن اللي انت عاوزاه فهيظبط التايم ودرجه الحراره على طول. تعالوا بقى كمان نجهز شويه رز صياديه كده في السريع. نزلت بمكعب زبده ومعاهم فنجان زيت، بصلايه واحده ناعمه، وشوحت البصل لحد ما دبل معانا. دلوقتي ننزل بكوبايتين من الرز المصري المغسول ومتصفي تماما، نديلهم تقلبتين كده والحراره تكون عاليه، وبعد كده هننزل بمعلقه كبيره من القرفه الناعمه، دي هتزود اللون معانا هيكون بني وكمان هتديلنا طعم حلو. معلقه صغيره كمان من الفلفل الاسود، ولو في مكعب زبده كمان نضيفه هيديلنا لمعه حلوه قوي للرز. نظبط الملح بتاعنا على حسب رغبتنا ونديلهم تقلبتين كده الاول، وبعد كده ننزل بالميه او العقد بتاعنا، نظبط المقدار بتاع الميه زي الرز الابيض العادي اللي احنا بنطبخه. انا اول ما شفت المنظر ده انا اتبسطت جدا وحبيت القلايه الهوائيه رافال اكتر واكتر، لان بكده وبعد التسويه اللي انا شفتها دي هقدر اسوي فيها كل حاجه عندي. يلا بينا نجهز الصينيه الحلوه بتاعتنا، ننزل كده ونقدم الرز بالشكل الجميل ده. شايفين درجه لون السمك يا جماعه، بجد طالع شكله رهيب ما شاء الله، جميل قوي. وحقيقي الاكله دي ما خدتش مني وقت كتير، انا يا دوب تبلت السمك وحطيته في القلايه الهوائيه على ما طبخت الرز، والسمك طالع معانا متسوي تسويه مظبوطه 100%. شايفين العظم طالع لونه عامل ازاي اصلا، بجد حلو قوي قوي. القشره بتتكلم عن اللي انا عاوز اقوله. اللحم بقى عايز اقول لكم انه دايب دوبان زي ما انتم شايفين، بسم الله ما شاء الله. لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وتعملي منشن لصاحبتك وعلميها طريقه السمك الحلوه دي. تعالوا ندوق بقى، يلا بسم الله. طعم السمك والله طلع في القلايه الهوائيه طعمه جامد قوي قوي، بجد لازم تجربوه، خصوصا بالتتبيله الخطيره اللي عملناها. لو استفدتوا فيدوا غيركم واعملوا لايك وشير للفيديو ده علشان يوصل لاكبر عدد من الناس والكل يعمل طريقه السمك الحلوه دي. بنصحكم بالقلايه الهوائيه رافال لان فيها مميزات كتير قوي، وان شاء الله اقول لكم على كل المميزات دي وازاي تسووا فيها الاكل بطريقه مظبوطه ويطلع جميل معاكم. شكرا لكم على وقتكم ومشاهدتكم، تحياتي ليكم.